المبنى ده كان مخصص لعلاج المرضى النفسيين والعقليين، وتحول لانه يكون اكتر مكان مسكون في امريكا كلها. في وست فيرجينيا سنة 1858 قررت الحكومة الامريكية انها تبني مصحة نفسية لكل سكان وست فيرجينيا. المخطط بتاع المصحة كان ضخم جدا، ولكن للاسف اول ما بدأت الحرب الاهلية وقفوا بنا في المصحة. ولكن كان في جناح واحد بس هو اللي كمل واستقبل اول 9 مرضى، وتم افتتاح الجناح ده سنة 1864 وكان اسمه الجناح الغربي. وبعد كده المبنى كله اكتمل سنة 1881 وابتدوا ان هم يستقبلوا المرضى، والمبنى كان المفروض استيعابه 250 شخص بس، ولكن مع مرور السنين فضلوا يستقبلوا مرضى كتير جدا، وصل عدد المرضى عندهم 2400 مريض. وبسبب الزحمة دي حصل حاجات كتير جدا، منها الإهمال وكمان اختناقات للمرضى، والمرضى كانوا بيتخانقوا مع بعض وكان الموضوع بيوصل ساعات للموت. استمرت المعاناة بتاعت المرضى فترة كبيرة جدا، وكان المرضى بيشتكوا دايما بيقولوا ان هم بيسمعوا اصوات ناس بتتكلم معاهم وهمسات، ده غير الاصوات اللي كانت بتبقى في الطرق، وكمان الابواب اللي كانت بتتفتح وتتقفل. وكمان الدكاترة نفسهم ابتدوا يشتكوا من نفس الموضوع، ان هم بيقولوا ان في همسات بتنده لهم، وكانوا بيشوفوا خيالات بتتمشى في الطرقات بتاعة المصحة كلها. ده غير ان في مرضى كتير جدا تاهوا جوه المصحة ومحدش لقى لهم اي اثر، وبعض المرضى اتوفوا لأسباب مجهولة وكلهم اتدفنوا في المقبرة بتاعة المصحة. مع الوقت الإهمال زاد، وكل الموظفين تقريبا استقالوا ومشيوا وسابوا المكان، بسبب إن الحالة النفسية بتاعة الموظفين وكمان الحالة النفسية بتاعة المرضى كانت صعبة جدا، والمكان بقى مظلم بشكل غريب. وده غير ان المرضى عددهم زاد اكتر واكتر، وكمان فقدوا السيطرة عليهم. بدأ يحصل اعتداءات على الدكاترة، وكمان حالات الاختفاء اللي اتكلمنا عنها زادت، وكمان كانوا بيموتوا بعض في الطرقات. المرضى كانوا بيقولوا ان هم وهم نايمين بيشوفوا ناس واقفين فوقيهم ومش عارفين مين دول. ده غير ان الممرضات كانوا بيرفضوا ان هم يخشوا بعض الاوض بعد المغرب، وفي اوضه كان مشهور عنها ان فيها شخص طويل جدا ملهوش ملامح، وكان بيظهر اول ما تفتح الباب، واول ما تخش الاوضه كان يختفي. وبعد كده المكان فقد السيطره بالكامل لحد ما قفلوه سنه 1994. وبعد ما اتقفل المكان ابتدى محققين وصحفيين يجوا على المصحه علشان يشوفوا ايه الحاجات اللي كانت بتحصل فيها، وكمان جم ناس محققين بتوع ماورائيات وحاجات بتاعت الجن والاشباح والحاجات دي، وكان معاهم الاجهزه بتاعتهم والكاميرات، وكانت الحاجات كلها بتشتغل لوحدها فجاه وتطفي لوحدها فجأة. ده غير أصوات الخطوات اللي كانت بتبقى ماشية وراهم دايما. ده غير إن هما كانوا بيسمعوا صوت ناس بتجري ناحيتهم بس من ظهرهم، وأول ما يبصوا عليهم الصوت يختفي خالص. ده غير إن كان في أوضة أطفال الألعاب اللي فيها كانت بتشتغل لوحدها. والمبنى ده مقفول لحد النهاردة، لكن بيستقبل زوار كسياحة يعني، والسياح دول بيشوفوا الأماكن اللي تم فيها معاناة لأكتر من 2000 شخص وكلهم ماتوا. انا رايي ان الطب النفسي ايامها يعني ما كانش متطور خالص، وكانوا اصلا مش جاهزين ان هم يعملوا المصحه او اللي هم عملوه ده، فاتسبب في طبعا ان الناس دي كلها تموت. يلا، مع السلامه.